السلام عليكم، أحييكم وأرحب بكم في برنامج منبر الأحرار. أحييكم في حصة هي الجزء الثاني من طيف من شهادات أهالي المختطفين. الجزء الثاني في هذه الحصة أردنا أن نعرج على مأساة قد حيكت مشاهدها ونسجت أحداثها بدماء زكية، ألا وهي مأساة المختطفين في الجزائر. وددنا في هذه الحصة جس نبض الذاكرة الجزائرية، فأثرنا أن نترك الصورة تعبر وتحاكي آلام أهالي المختطفين، فإذا كان أعلى مصادر التلقي هو السمع، فاقترانه بالصورة يكون أبلغ في محاكاة مجريات الأحداث وأنجع في ملامسة غبن ومعاناة عائلات المختطفين. يشاركني في هذا الحديث السيد عمار قبيلي، وهو ناشط حقوقي وقد قام بعدة تحقيقات في هذا المجال. سيد عمار قبيلي، مرحبا بك مجددا في برنامج منبر الأحرار. مرحبا بكم. شكرا وشكرا على قناة العصر والطاقم لقناة العصر، وأشكر كل من ساهم في هذه العمل اللي قمنا به إن شاء الله، يعني بنتيجة إن شاء الله تقومون بنتيجة إن شاء الله عن قريب إن شاء الله. من جانب يعني العدالة الدولية أو عدالة الأمم المتحدة إن شاء الله. وإحنا اليوم يعني هذه الشهادة ولم ننساها، لأنه إحنا اليوم رانا على حلول 10 ديسمبر، نهار العالمي لحقوق الإنسان في الشهر الجاي. الشهر الجاي إن شاء الله بحول الله. جيد. سيد عمار قبيلي، أنت اشتغلت كثيرا بهذا الموضوع. أولا أنت لك أخ مفقود أو مختطف. اهتممت طبعا بتدوين كل أحداث أو بعض يعني الحالات، وقمت بتسجيل تصريحات يعني وشهادات لأهل المختطفين في الجزائر. سجلنا تقريبا حصتين بحيال هذا الموضوع. دعني أدخل في صلب الموضوع. هذه المرة أين كانت رحلة السيد عمار قبيلي بالضبط؟ أين ذهبتم؟ أين ركزتم؟ على أي منطقة ركزتم التصوير في الجزائر؟ يعني هذا التصوير هذا الأخير، هذا ما هوش الأخير، نقول مازال التصوير، لأنه وأنا هذه الخطرة مشيت لبني عزيز عين السبت في المناطق الجبلية الساخنة اللي ظلموا منها الناس كثير. التسجيل ليس الآن، يعني له منذ سنوات. له منذ سنوات، من 2006 2007. نعم. حتى 2008. نعم. هي قامت بالتسجيل، ولقيت الشهادات، لقيت الناس مظلومين، لقيت شباب ضايعين راحوا يعني في السن صغير، فيهم حتى السن 16 سنة، من السن دوهم من المدرسة، من قدام المدرسة خطفوا من المدرسة. ولهذا الأولاد هذو يعني كيخطفوا من المدرسة منين؟ يعني هم نعم. بداية سجلنا الحصة الماضية عن بعض المناطق. هل اتصلوا بك بعض المناطق؟ هل كانت فيه نتيجة طيبة لبعض التسجيلات التي قد تم بثها في الحصة؟ هل في تشجيع، يعني بعض الأهالي تشجعوا كذلك الاتصال بك لمحاولة تسجيل مثلا يعني تصريحات جديدة لحيال هذا الموضوع؟ اي نعم هم الناس شافوا هذا التسجيل، هذا شافوا لي فيديو، شافوا على قناة العصر، يعني لقوها شافوا على الحقيقة. والشعب الجزائري كله شاهد، يعني عدات من المرات يبعثوا لي التليفونات، كاين الناس من هازين الفيديوهات في لي بورتابل ويوريو فيهم للناس، يعني هو صار في الجزائر هذه الظلمات كلها يعني ماشيه الحاله، يعني أنت ترى أن هذه التسجيلات فعلا أظهرت بأنه يعني الذاكرة الجزائرية لم تنسى يعني عائلة المختطفين، يعني كل ما جرى لعائلة المختطفين هو محفور يعني ومثبت في الذاكرة الجزائرية. هي ثابتة هذا التاريخ ولم ينسى، كما تاريخ الشهداء الأبرار 1.5 مليون شهيد اللي حرر الجزائر، وما زالت الجزائر مش متحرة. يعني أنا يعني أولى قبل كل شيء ترحم على أرواح الشهداء، وأنا أرحم يعني على أخينا عبد القادر حشاني. نعم. اللي هانوا على الذكريات، يعني ذكرى يعني الوفاة نتاعو، يعني كانوا فيها رجال، ولكن الشعب الجزائري قرر المصير نتاعو في 11 جانفي 1992، وجابوا عليها المنقلبون، قلبوا هذا القلب كما راه ينقلب على مصر، على الشعب المصري، يعني نعم. قتيل. وهكا تشوف العالم العربي. انت تعتبر ان تاريخ استقلال الجزائر في 92 11 جانفي 92 الشعب الجزائري قرر المصير تاعو، يعني انتخابات حرة ونزيهة. نعم. وقال الكلمة نتاعو يعني الحقيقة. بعدها كان اللي كان، ودخلنا في هذه المأساة اللي نتحدث عنها الآن. نعم.
دعني أدخل معك الآن، دعنا نذهب للتسجيل الأول. أين قمتم به؟ في منطقة اسمها تيزي بشار بالضبط. نعم، هذه تيزي بشار، هذه قاربة عن عموشة، قاربة بين سطيف وبين بجاية. نعم. وهذه العائلة من جوسها كثيرا. يعني قبل كل شيء يعني نقول لك أخي الكريم، يعني هذه المناطق اللي رحت لها أنا وسألت العائلات هذو كلهم، يعني هذه المختطفين أكثرتهم يعني أساتذة كلهم. يعني هذا المستقبل نتاع الجزائر. هذه الجامعة الجزائرية واش خرجت من هذا الناس هذو الأساتذة كلهم ردموهم داوهم يعني شردوهم. نعم. بإيجاز، العائلة الأولى التي زرتموها هي عائلة يحيوي. نعم. ما الذي جرى بالضبط لهذه العائلة؟ يعني ولدهم يعني أستاذ كان يقري، خطفوه من قدام المدرسة داوه مسكين. يعني إنسان بسيط. رحبوا بك هذه العائلة وقدموا بالشهادة تاعهم؟ نعم رحبوا. جيد، نتابع هذه الشهادة السادة المشاهدين مع بعض، فيديو بخصوص شهادة العائلة يحيوي، ثم نعود إليكم. كلمة بابا، كيف اسمك؟ يحيوي عبد الله، أب ابني أحمد، واختطفوه الربيع يوم 8 جوان 94. واش من منطقة؟ المنطقة من تونس، بلدية تيزي بشار. داو على 4 الصباح الدرجة تاع تيزي بشار، وقعدت لنا حوالي قريب شهرين. قالوا كانوا جهدوه، ومن بعد ولاو يعني الشهود شفوهم وفتحوا مع طرفهم اللي كانوا فيه. أنا فيهم ناويين وكنا حكمنا ناويين. بعد حوالي شهرين ولاو زروها علينا، قالوا لنا راهم يداوه يديروا البصم على بالنا شويه غادي. ولكن نهار ما حكوا حتى واحد يفهم معاه. وكنتوا تشوفوه في السجن؟ في الجدار. نعم، عند الجدارمية تاع تيزي بشار. نعم. تدوا له الماكلة، تدوا له القش؟ لا، تدوا له اللبسه، يبدل اللبسه لمده شهرين، ومن بعد تما زروها علينا. وكي سقسينا قالوا لنا ما على بالناش، راهم جاو اخرين داوهم ما على بالناش يداوهم. وكانوا ناس معاه في السجن؟ نعم، كانوا معاه، كانوا في 8 ثما. 8 في السجن معاه في تيزي بشار. وتعرفوهم؟ نعرفوهم. ورا من الناس هذوك؟ كاين واحد منهم مات واخرين مازال حيين. طلقوهم الله؟ لا، كاينين 3 راهم مفقودين ما ظهروش، والاخرين طلقوهم. هذه في 94؟ في 94. 3 من 4 هذوك راحوا ذاك النهار ما على بالناش بهم كيف داروا. وكي داو بلك حوسوا البيت؟ نعم، يحوسوه. فتشوها الصباح قالوا في الباب، نتفلح الباب برك حكموا به بالسلاح وهزوه، ومن بعد ولاو فتشوا البيت، ما خلاو حتى شيء، قلبوا كل شيء وما لقاو والو. ما لقاو حتى قرافي. ومن بعد داو الطفل لاحوا في الفرقون وداو لان البريكات نتاع تيزي بشار. شكيتوا الحاج؟ شكينا. واش كانوا يقولوا لكم كي كنتوا تشكيو؟ كانوا يقولوا لنا ما على بالناش، راهم جاو البوليس اخرين هزوهم لنا وبدلوا البصمه، ما على بالناش وين داو. لمن شكيتوا؟ لمن؟ شكينا القطار نتاعهم في العين كبيره، وشكينا الشاف السيكتور في سطيف، وشكينا اسمه الوكيل الدوله، وكل واحد يقول لنا ما على بالناش. الان نقام بالعمل نتاعهم، ما على بالناش واش راهم يديروا. دوك العائله تاعك كيفاش راهي عايشه؟ راهي عايشه مسكينه، عندها شويه عند بويها، شويه عندنا، شويه هذا ما كان. تسمى مش متكفله بها الدوله؟ لا، واحد ما متكفل بها، غير بويها وانا في هذا ما كان. وخلى 2 بنات والمراه. كل حاجه نتعاملوا معهم يعيشوا كما حنا خلاص. دوك الحاج نتوما واش تطلبوا؟ نطلبوا يبان وليدي وين راه، نطلب وليدي برك يبينوا لي وراه كيفاه داروا، هل قتلوه، هل وين داروه، كيفاش داروا به، ولماذا داوه، واش السبب، لان هزوه من الدار في ساسيبات. بلك واش كان يخدم؟ كان يخدم استاذ، خرجنا في جامعة تيزي بشار. والناس اللي داوه هذو تعرفوهم؟ نعم نعرفوهم. الجدارمية كيف اسمه؟ واسمه عبد الله، هو البركادي، الشيف تاع الدخمه تاعو ما نعرفهاش، اسمه عبد الله. البركادي تاع الجندرمري. البركادي تاع الجدارمية تاع البركاد تاع تيزي بشار. الحاجه واش تطلب بيتي دوكا؟ انا نطلب يخرجوا لي بني كيفاه داروا له، هذا ما نطلب فيهم. يقولوا لي على بني فرنسا ما دارتش هكذا كي هما، وعلاه فرنسا اللي تقتل فرنسا قتلته، ويقولوا هاو بايع هاو مات، روحوا شوفوا. هذو ما قالونا لا مات
لا حي لا والو، خلاني محروقه، كبتي محروقه في الليل وفي النهار. هذاك ما نخدم، ما نرقد لا في الليل لا في النهار. ندنق لبناتهم ما نرقدش. كيفاه نرقد؟ غير نشوفوا بناتو برك نبات نبكي. وعلاه درت له لي عوين داه بني حكموه العشيه، دزيت له العوين قلبوه من تما، قالوا له ما على بالناش كيفاه وين الدواء. هذاك كيف بدلوا الشاف؟ كيف بدلوا الشاف قالوا ما على باليش كيفاه داروا له. تبدل الشاف اللي داه، تبدل جا واحد اخر تقنيه من بعد ديك الزاز علينا. شو البريقات اللي زاد تبدلوه هو اللي طلع. هذه نعم. بصح وليدك ما راحش للجبل؟ ما راحش الجبل، ما جاوش تاع الجبل، داوه من الفراش اللي داوه الدار من داري، من الفراش اللي داوه، وداوه السيربات مان هذه غسلتها بيدي ويقلبوها من البريقات، انا اللي غسلتها بيدي. هذيك هي. واش تطلب بيضرب اما؟ نطلب بيه يقولوا لي كيفاه داروا له. برك نطلب بيه يقولوا لي كيفاه داروا له. بنيانا يعني يقولوا لي كيفاه داروا له. كيفاه داروا له؟ لا غير وين ضل خدام يقري، والبيان تاعو مازال في اسمه، هذا الخير يقري ياخذ العشوه يروح الصباح الزول، ما راح حتى لبلاصه، يخدم ديريكت، جامي يحبس من الخدمه تاعو. الخدام في النهار، نهار 3 للعشوه، داو نهار 4 الصباح الزول. وما جاكمش منظمه حقوق الانسان هذه الخطره الاولى؟ هذه الخطره الاولى ما جانا حتى والو. بارك الله فيك. بارك فيك. شكينا للجزائر، طلبنا درنا طلب للجزائر، للحكومه الجزائر، منظمه حقوق الانسان. واحد الشهر من بعد قال عيطونا الجدرميه بحثونا، اخترتين هما بحثوني الجدرميه في تيزي مشعل، زادوا بحثوني كيفاه الدواء واش داروا له وكيفاه الى اخره، عطينا المعلومات الكل وما داروا ضربوا لنا. يقري مسكين يروح للدار ما بين ما عليه والو، ما فيه والو بني. عدنا إليكم سادة المشاهدين. هذا كنا مع عائلة يحياوي أحمد الذي اختطف ابن أحمد اللي هو السيد عبد الله. نعود إليك سيد عمار قبيلي. والدة عبد الله تقول حتى فرنسا ما عملت لناش هكذا. إيه أنا كيس في ثميتي يبداو بكاء، يعني يبداو يشكي قال لك يعني في وقت الاستعمار قال لك ما صرناش هذا الشيء هذا اللي جاوا فرفدونا ودونا أولادنا من قدامنا ودوهم من المدارس. قال لك يعني كاين فيها تحقيق. لا هذا لا تحقيق لا شيء. وهم كذلك متاكدون انه الدرك الوطني هو اللي خذ يا سبحان الله، مام لاجودان تاع الدرك ثميتي موجود، يعرفوه، معروف. المنطقه صغيره ما هي المنطقه كبيره، يعني يشوفوا الدرك معروفين ثميتي، يظلوا يسركليو في الطريق في لوندروفير، يمشوا على رجليهم، يهدوا في الناس خايفه. قالت لك يعني هم الدرك ما فيها حتى يعني ما فيها حتى يعني اشكال. وش لاحظت على العائله الوضعيه حالتهم؟ الوضعيه مساكن هاك تشوف بيناتهم عندهم الحيوط، لقيتهم بلا فورنو، بلا الميليشيات يعيشوا فيهم، اللي يجي يعاونهم ما يخليوش يعاونهم، يعني قاسيتهم يعني اقصى قاسه. لقيت عائله المختطفين في هذاك الوقت. نعم. لانه البرد، المناطق الجبليه، ومصممين رغم ذلك انهم لازم يعرفوا العداله. يعني لا مصممين، هم يحوسوا على الحقيقه، ما يحوسوا لا تعويض لا شيء. قال لك احنا رانا معاكم للامام، الخدمه لازم تمشي واحنا نحوسوا على الحقيقه تاعنا. ميتين ولا حيين. نعم. الان نذهب الى القصه الثانيه. لازلت في منطقه تيزي بشار. العائله الثانيه ذهبتم الى عائله العليوي العيد في نفس المنطقة. يعني في نفس المنطقة، يعني ما حوالي نعم. بيناتهم. كذلك بإيجاز. شو العائلة، ما الذي جرى في العائلة هذاك الإنسان يعني هذا العائلة داو له خوه. نعم. من بعد ما داو له خوه رجعوا له داو له يعني المكان اللي يتقوت به. عندهم كاميونات قالوا له تخرجها، لازم الكاميونات هذيك تمشي. نعم. يعني هذه الاجراءات هذه اللي يجيو يديو العباد ويديو الكاميونات. علاش؟ هذه لا غير بسيكولوجيك، الحرب النفسيه. هي كله من ما مشيت نلقى حرب نفسيه على الشعب هذا، على الشعب الجزائري. نعم. جيد. نذهب ونستعرض الآن فيديو لعائلة العليوي العيد في نفس المنطقة تيزي بشار ثم نعود إليكم.
كيف الاسم الكريم؟ العليوي العيد، اخ العليوي لونيس. وين تسكن؟ نسكن في الدوار برباس. واش المنطقة؟ برباس. برباس. ولاية؟ ولاية سطيف، دائرة عموشة. نعم. في الاخر شنو نزيد؟ في واش من سنة اختفى اخوك؟ واش من سنة؟ في سنة 94 8 جويلية. وفي الاخر 1994. ها 94. وشكون اللي دار؟ دار فرقة الدرك الوطني تاع تيزين بشار، معاهم عبد الله الشيف تاع القائد، والاخرين اسمها كاينين وجاو سيفيل من باب الطوموبيلات بالاخر، معاهم غير السلاح. من بعد كي خرجت انا قلت لهم اسمعوا واش كان هذا، قالوا لي نطق خويا قال لي خليهم باش بغاو يديروا. نطق الاخر قائد الفريق هذا تاع اسمه تاع الدرك تاع تيزين بشار، قال لي روح جيب وراي الكاميونه. قلت له هاي في الكراج، قال لي روح جيب المفاتح وحلنا لينا الاخر. كي حليت واسمه الكراج ثوروا طوموبيل وجاو داو راح. سما داو الراجل وداو السيارة. والسيارة ما رجعوهاش؟ رجعوهاش اليومين هذا. واش ما جاتكم اخبار باللي راه هذا الدرك؟ تاع معلومه. واش كيتو انتم؟ شكينا وعيطوا علينا ما كانش. وشحال في عمر اخوك هذا؟ زيدوا 68. 68. 68. تيجي. وهذا ولده؟ هذا ولده. هذا خلى الطفيل في عمره 6 شهور. اقعد مثبت يا معجن محمد، اقعد. خلاه في 6 شهور. شتيش؟ ومن بعد كي داوه جاو فتشوا البيت؟ ما ولاوش. جاو ما ولاوش. غدوه من ذاك اسمع كي طلع النهار رحت للدرك تاع الاخر. هما داو في الليل ولا في النهار؟ قرب الصباح جويه 5 ولا 4 بعد صلاة الفجر. نعم بعد صلاة الفجر. ومن بعد كي رحت غدوه من ذاك رحت للدرك الصباح، لقيت تما الاخر الشيف تاعهم هذاك اللي جا الصباح. قال لي قلت له ورا خويا، قال لي انتم ما على بالكمش بولادكم اللي صاروا اليوم جاو تشريو. هذه حتى شي ربي يعطيكم الصبر، ولكن ربي يعطينا هنا. ودرك ديال واش تطلبوا؟ المهم يعني ما وراهمش خلاص. وكاش ما جاوكم خطر حقوق الانسان لهنايا يبحثوا على هذه الخطره الاولى. هذه الخطره الاولى. صح، بارك الله فيكم. شوفوا الوالد تاعو. والوليد هذا الوليد، شوف الوليد باباه. وبابا انت كي داو بنك ما كنتش حاضر؟ واش حاضر؟ كنت في الحج. كنت في الحج. كنت في الحج. ربي يتقبل الحج تاعك ان شاء الله بحول الله. والطفل هذا كيف راه عايش درك هي كاش ما عنده اعانه؟ تعاونوا من الدوله ولا ما تعاونوش؟ ما كان ربي ولا. نعم. لا والو. نعم. دوك واش تطلبوا الحاج؟ واش نطلب انا عيني وبني حي والله ميت والله هذا مكان. والله بعض من هما يقولوا الامن يقول باللي راه جاد الارهاب، بعض من الناس داروا الارهاب، وانت يعني محقق باللي داتو الدوله وعرفت هذا الدار. انا سمعت هذه القضيه هذه داروها الارهاب، سمعتها ودروها لي، بصح انا متاكد باللي داوها من فهم. تعرف الدرك هذو؟ نعرفو ما نعرفوش، وكان متاكد باللي ما نعرفوش، نقول باللي ما نعرفوش. وتعرف الاسماء تاعهم؟ نعرف غير عبد الله. هذا اسمه وكان اخر واحد اخر ثاني اسمه، بصح هذاك ما شفتوش. الانسان يشوف يهضر بالشيء اللي شاف والشيء اللي يعرف. نعم. بارك الله فيك. وفيك بارك. كان واحد اخر قال لي هذا اخو الاخر الطيب هذا، قال لي شفتوني انا ما شفتوش. ومن بعد ما داو خوك هدوكم انتم؟ ما هدوناش، ما جاو واحد الخطره اسمها ثم بالجماعه ثم المسجد، قالوا شكون راه قايم بكم بالصلاه. حتى واحد ما هضر معاه ولا كاش ما لقى جماعه ثم ما زادوش دار من اليومين هذا، حتى واحد ما زاد هد.
كان واحد الخطره هكذا ولا تلاقيت معاهم في الاخر قالوا لي شفنا في بابور، قلت لهم انا بابور هذا والله ما نعرفه في حياتي ليومنا هذا. وما هو جبل البابور هذا اللي يحكيوا عليه يقول لك فيه ارهاب؟ قالوا لي في الاخر شفناك في بابور، ما قالوا لي لا في الجبل ولا في المدينه ولا في الاخر، وانا والله في حياتي ما شفت الاخر. ما يتبلاو يتبلاو عنده واحد اسمع كان داو خويا بالك شبه 6 شهور. عدنا إليكم سادة المشاهدين. كنا كذلك مع عائلة العليوي العيد الذي اختطف يعني أخوه العليوي الونيس. سيد عمار قبيري، يعني ماذا نملك أمام بكاء الأخ العليوي العيد؟ والله يعني تأثرنا بمشهد العليوي العيد لما كان يبكي. هو حقيقة الحال هو قال لك أنا مظلوم، قال لك لو كان دوك راهم يقولوا لنا انتم ارهابيين ولا كذا ويدعمونا وندعموا في الارهاب ولا كذا، قال لك احنا رانا خاطئين، احنا رانا حشيشه طالما معيشه خاطئين هذه الامورات هذه. قال لك احنا يجوا يطبقوا علينا في الباب في الليل ويقولوا لنا احنا رانا نجينا تاعوا الجبل عطونا الماكله، وقال لك احنا ما نحلوش البيبان، ما نحلوا الباب حتى على اي انسان، لا معاونه لا هذا ولا هذا. قال لك يعني احنا ما درنا والو. يعني كذلك هذه العائله متاكده انه رجال الدرك الوطني هم من اخذ 100% يعني الشهادات اللي قمت بهم انا في الجزائر يعني يعظموني بحق الله. يعني يقول لك غير الامن الدرك الوطني، والدرك الوطني هذا معروفين في المنطقة الصغيرة هذو. أنا قصدت مناطق الجبلية اللي يقول لك فيها الإرهاب، وأنا واحد من الناس أنا ما لقيت حتى إرهابي، ما عارضني حتى إرهابي، نمشي بالسيارة نمشي يعني حر، ما لقيت حتى إرهابي ولا شيء. هم يقول لك الدرك الوطني والأمن والدولة خلاص. بقيت أنت في منطقة تيزي بشار، زرت كذلك عائلات، زرت عائلة خلف الله فاطمة زوجة صخر المجاهد صخري عمار. احكينا بسرعة عن مصاب هذه العائلة. يعني بسرعة هو عرضوا عليه الإنسان هذا مجاهد مجاهد كبير. عرضوا عليه بهذا السلاح، قال لهم أنا من السلاح هذا الجزائر في وجه الشعب الجزائري. قال لهم أنا خاطيني شيء هذا، علاش من يقتل من نروح أنا نهز سلاح. الور طاحوا عليه ميليشيات وجا ليه الامن الدوله وبنوه وزادوا داوه هو عذبوه، يعني عذبوه مع على حسب يعني العائله نتاعو، ضربوه يعني كثير وكسروا له ضلوعه نتاعو وهرسوه، ما خلاو له والو، ما قال حتى كلمه. لو كان داير وكان قال، ولو كان يعني حتى واثروا عليه يقدر يكذب يقول انا درت. نعم خلاص. نعم، نترك الساده المشاهدين يتابعون يعني شهاده خلف الله فاطمه وهي زوجة صخري عمار تتحدث عن تفاصيل اختطاف الابن وكذلك التعدي على زوجها المجاهد عمار. نبقى مع هذا الفيديو ثم نعود اليكم. خلف الله فاطمه وبني صخري محمد وراجلي صخري عمار مجاهد، وداو في العيد نهار الحد. شكون اللي داو الجدارمية، جا غفر لنا وعاد في تيزي بشار سقبوا له ثم وداو في القهوة نتاع الفوغالي. داو من ثم 3 أيام باه خبروني جاونا ديك الساعة جابوهم معاهم وجاو للدار. قال لهم نكاو عندنا شكون هذاك الشيف نتاع الجدارمية عبد الله، والمير هذاك عليه مخنوش، وواحد يقولوا له تيتو ما نعرفش النسمه تاعو ولا النقمه تاعو. هذه هما وحفروا لي الدار وفسدوا لي الدار، ما خلاو لي مخده، ما خلاو لي الخزانه، ما خلاو لي لاش الدار، حفروه قالوا لي المطموره تاع السلاح تم، ومنا ما كان لا مطموره لا والو. قال لي والله ما تزيدي تكحل عينيك عليه، ونقطع عليك لاش السميد تيتو هذاك، نقطع عليك السميد ما تزيدي تشوفيه. قلت له وانا لا كاش من السلاح اللي لقيته عنده كاش ما طلع لي الجبل جبتوه من الجبل. قال لي قلت لك كلمه ما تزيديش تحلي فمك خلاص. ديك الساعه جابوه هنا ولاو حفروا لي داروا واش داروا وجاو ولاو الكزيب بالشهر. من بعد 15 يوم زادوا داو بويو كان في الحبس يكافح عليهم في الحبس نتاع فرنسا مجاهد حتى سيلفو باه طلقوه روح. ديك الساعه زادوا جاو داوه حبسوه 40 يوم وهو ثم طيحوا له سنين، طيحوا له الشطوب ومنا داروا فيه هذا المجاهد وصوتوه
والله ما خلوه ما خلفوا فيه. قلت له كسروا له سنين، كسروا له سنين نتاعو من. قال لي عيط تما، قال لي عيط ربك سبحانه لا غيره. قال لي هذا هي معيشتي انا، هذه هي الخبزه نتاعي، ما ناكل خبزتي. 40 يوم وانا رحت ديك الساعه نطلع عليه حوزه، قالوا لي تذهبي منا والله غنزيد ندخلوك حتى بنتي. وكي داو انت شفتي ابنك؟ رحتي شفتيه؟ ما شفتوش، ما هبوش غير بويو اللي شافو. شافوا بويو شافو، قال لي مربوط للبنك كيما هذا، قال لي مربوط وما خلاو ما خلفوا فيه، قال له زرق كي النيله صوتوه. هي قالوا هو داروا له شكر على راسه وانا خلاوني نشوف فيه. ديك الساعه حتى شفتو، قال لي كنت تتكلم يسمع بك ابنك والله ما يعاودها لك ربي. ديك الساعه قال لي ندنك بالعين وفي راسه. بويو دلك وما يصوتوا فيه. هي بويو ثم هو يصوتوا فيه ومربوط قلت لك البنك. قال لي مجروح منا ما خلاو ما خلفوا فيه، ما كان ما تشوف فيه. هذه عند الجدارميه انتم؟ عند الجدارميه نتاع تيزي بالشارع اللي مخنوش قلت لك ثم هو والشاف نتاعهم قلت لكم عبد الله وتيتو هذا ما يعني ما نعرف، خاطر سمعت كي جابوهم للدار منين هي دخلوا في طوموبيل وهو جا للدار يعيطوا له تيتو يعني. ومن بعد كي داو بنك رجعوا للدار. رجعوا للدار قلبوا بني، من بعد الغدوه هذاك النهار جاو زادوا ولاو ما خلاو بالخواط نتاعو. هو قرا 60 حزب الطفل هذا، 60 حزب إمام في الجامع، ما طلع ما والو. يا اخي بويا مجاهد ما يشتيش يعني تمسخير يطلع على جبل والله. بني كان إمام وقالوا له نحنا اللي نسلكوك، الشعب اللي نسلكوك. واحد يقولوا له بن يوسف او هنا مازال جوان مازال نتركو. قالوا اسمح لنا في دنا تصلي بينا حنا ونسلكوك حنا. هو بني ما حبش، قالوا انا ترسلني عند الحكومه نعقب الى نجحت نقرا من يد الحكومه. قالوا والله ما تمنع غنديرها في بالك لا تسلك منها ما هادش. ودوك واش تطلبي؟ نطلب ابني نشوفه وإلا مات نعطيو لي شهادة الوفاة وإلا حي نشوف ابني وتحوسي على الحقيقة. نحوس على الحقيقة. وابني هذا عنده على 7 بنات، على 7 بنات. كي مات الشيخ خلى لي طفل في عمره عامين، هو مازال يقرا في السنة الخامسة. و7 بنات هذو راني كاريه الدار ما عند الناس، راني شكيت ما حبش يعطيو لي الدار. وإلا ما منتوش هيا طرقوا للدار وتشوفوا كلش بعينكم يا اخي. الحمد لله يعني ما على باليش اذا تجي ولا نتلاقاو ولا مكتوب تعرف. وفي الاول واحد ما جاك يعني هذه الخطره الاولى اللي جاوك تاع حقوق الانسان. هي يعني دوك تحوسي الحقيقه تشوفي ابنك حي ولا ميت. هذا هو. الا ميت نحط حجره بارده على قلبي نويس دوكا كي الشغل واحد دار لي السريفه ما هبطت ما طلعت. واش تقولي في العداله؟ تطلبي العداله؟ نطلب العداله. شكون اللي دابنك؟ شكون اللي دابني؟ شكون اللي حضر في الشيء هذاك يعني ظلم في خو. بارك الله فيك. قلت لك السنه. عدنا إليكم سادة المشاهدين من جديد. كنا مع العائلة خلف الله فاطمة أو العائلة صخري كذلك المجاهد عمار. أعود إليك سيد عمار قبيلي قبل أن ننتقل إلى منطقة أخرى حتى نعلق قليلا فقط وبسرعة عن منطقة تيزي بشار. لماذا تحديدا تيزي بشار؟ يعني كيف حتى رحت للمنطقة هذه سيد عمار قبيلي؟ يعني هذه المنطقة هذيك يعني جات من سطيف وانا رايح لبجاية، بين بجاية وسطيف تيزي بشار. من بعد ما تيزي بشار تنقلت قالوا لي كاينة منطقة اسمها غزالة في بني عزيز. عين السبت بالضبط. قبل التحدث على عين السبت خلينا في تيزي بشار. نعم. عندنا الآن استعرضنا تقريبا 3 حالات وفيه ممكن أكثر، يعني لديك تسجيلات أخرى وكذا. ما الذي جرى بالضبط في تيزي بشار؟ لماذا يعني المنطقة هذه كانت محسوبة على الجبهة الإسلامية للإنقاذ ولا كيف؟ لا كلهم منتخبين الجبهة الإسلامية للإنقاذ يعني حقة الحال. نعم. أنا سألتهم قال لك احنا انتخبنا كما انتخب الشعب. الشعب الجزائري قال لك احنا ما ضغطوش علينا ولا كذا، قال لك احنا انتخبنا على الجبهة الإسلامية للإنقاذ. جيد. في الجولة تاعك داخل المنطقة هذه تيزي بشار هل كان البعض يراقب فيك؟ هل كنت متبوع؟ كانوا سيارات تابعيني، لكن كي نصف البيوت سيارات كيمشيو، ولكن انا يعني انا ماشي انا كمدافع عن حقوق الانسان يعني نوري الحقيقه ماشي. الملاحظ في الفيديوهات لما تدرس الفيديوهات ترى انك كانك جمعت العائله كلها في بيت واحد.
نعم، يعني الناس خايفين، يعني الناس كانوا مازالوا خايفين. نعم. خايفين، يعني عيطنا لهم وقلنا لهم ماذا بينا احنا ما نتنقلوش من بيت البيت، ماذا بينا باللي تنجملوا باه نشوفوا الحقيقه، باه تظهر الحقيقه هذه. ظهرت لنا الحقيقه، كله يتكلم على الحقيقه نتاعو، كيف صار له كيف ما جرى له، خلاص هذه. الملاحظ كذلك انه كلهم اساتذه معلمين. والله اخي الكريم، الاساتذه كلهم، يعني اللي درت لهم تحقيقات كلهم اكثرتهم عندهم اساتذه، لكن الجامعه الجزائريه خرجت رجال، ورجال اليوم ردموهم ودوهم وخلوهم مفسدين. خرجت المفسدين وخرجت المصلحين، لكن المصلحين هذوك راحوا في ذاك الوقت هذاك، حتى الان راحوا، راهم ما بانوش، ما على بنا بهم وراهم، لا قتلوهم. يعني في علامه استفهام، يعني استهداف المعلمين في علامه استفهام. نعم، كلهم معلمين. تروح لمنطقة ولاية تبان تلقاهم كلهم معلمين، خرجوا من المدرسة، خرجوا من يعني ثانوية، يقربوا في الثانوية. تيزين بشار نفس الشيء، في سطيف نفس الشيء. وين نمشي نلقاهم 3 4 أساتذة. من الشيء اللي عملته هذه الشهادات هذه كله 3 4 أساتذة. جيد، أعود معك الآن. ذهبت إلى عين السبت، كيف حتى ذهبت إلى عين السبت؟ الناس حدثتك قالوا لك أنه في بعض العائلات المختطفين هناك؟ نعم، حدثوني قالوا لي في عين السبت راه كاينين مختطفين ومضرورين كثير. يعني قلت لهم أنا موجود. الغد مشيت. نعم. يعني روحت خلصت التسجيل. هي منطقة تبع لولاية سطيف. هي الولاية سطيف. نعم. هي قريب البجاية ولاية سطيف، يعني خرطة يعني الحدود عموشة هذيك ولاية سطيف كلها. ذهبت، دعنا ندخل في الموضوع، إلى أول عائلة هي عائلة بن زنون الشريف. أي نعم. ما الذي جرى بالعائلة هذه؟ والله بن زنون الشريف هذا عنده 3 مختطفين، زوج كبار وعندنا طفل صغير، يعني هذاك اللي كم كان عمره؟ 16 سنة. يعني هو اللي سالوا دموعي كي عاد باباه يبكي، وشفت الصورة وامه تزهق منه، يعني هو سن صغير. شوف الصورة الكاميرا احتمال. شوف بن زنون عبد المجيد. نعم. هذا داوه من قدام المدرسة، خرج من المدرسة تولى اصحابه يسخب في القهوة، خطفوه. يعني لماذا يعني الطفل هذا؟ شوف يعني شوف هذا بن زنون عبد المجيد، شوف صغير. نعم. سن صغير كثير، ولد صغير كثير. يعني باباه قاعد يعني يبكي مسكين. قال لك ابني انا هذا واش دار على 16 سنه، السن نتاعو 16 سنه، عمامو داوه يعني زوج كبار، خطفوهم وداروا معهم التحقيق وكذا. قال لك ما بان عليهم الى اي شيء، وزادوا داو الولد الصغير هذا. يعني دعنا نترك سادة المشاهدين السيد بن زنون الشريف يتحدث عن مأساته، نستمع إليه ثم نعود إليكم. كيف اسمك يا بابا؟ بن زنون الشريف. بن زنون الشريف. في ساكن؟ في غزالة. غزالة. اسمها نار الدواء دوامنا. نعم. كنا في غزالة. في غزالة. وعندك مفقود؟ عندي مفقود، نعم. شكون هو المفقود هذا؟ بن زنون عبد المجيد. الزايد نتاعو فزايد 15/3/78. ايوا. ودوه من المنطقه هذه من دواء من عين السبت. عين السبت. كاينين الشهود اللي دوه. الشهود دارك اسمها كما قلت لك ذاك النهار. هي يعني دوه من قدام الناس. قدام الناس على 11:30 تاع النهار داخل القهوه. ايوا. وشكون اللي داه؟ داتو لابريكان تاع عين السبت. عين السبت، لابريكاد ولا جاندارمري؟ نعم يا سيدي. وعندك معلومات عليه؟ في السابق؟ في السابق رحت لي زيارة مرتين، عندي مرتين نشوفه. في المنطقة هذه؟ في المنطقة عندنا في غابريكال. ومن بعد داك الساعة بقيت هكذا كيسمى خطرة نديرو انايا الماكلة وخطرة يديرو خوه. اسمها من سبتمبر، من 23 سبتمبر حتى ديسمبر هما يديروا الماكلة. في 20 ديسمبر رحت انايا، قال لك اليوم ما كانش هنايا روح. اما الدواء يتحققوا معاه، هضرت معاه قلت له وين الدواء يتحققوا معاه؟ قال لي ما نكذبش عليك، الدواء السطيف والله القسنطينه والله ما على باليش وين الدواء فاني يتحققوا معاه. قلت له وقتاش يرجعوه؟ قال لي ما نكذبش عليك، هو شحال يرجعوه؟ ريح واحد السمانه وعاود ولي. الا كان رجعوا عاود تصيبوه هنايا عندنا، تزيد تجيب له مثلا الماكله وإلا ما كانش ما كانش. ريحت سمانه هكذيك ورحت، قال لي مازال ما جاش. ما ذاك النهار ذاك الساعه خلاص. ومن بعد شكيت؟
ما شكيت حتى البلاصه. ما شكيت حتى البلاصه. ما شكيت حتى البلاصه. ايوا. ومن بعد ما داوه هل جاوك للبيت؟ حوسوا البيت؟ لا ما جاوش. ما جاوش حوس. خلاص. وهو شحال في عمره الولد؟ 16 سنه. مدرسي. مدرسي السنه الثانيه ثانوي. ايوا صدق القضيه. يعني وحقوق الانسان ما تصلش بها؟ لا ما اتصلتش. هذا ملف جديد يعني. ملف جديد هذه اول مره. اول مره. لا ما اتصلت لا بحقوق الانسان لا بلا كورديناسيون تاع عائله المفقودين. لا هذه الاولى. هذه اول مره. اول مره. نعم. بارك الله فيك. ودرك واش تطلب يا بابا؟ واش تطلب؟ واش راح نطلب؟ العداله. نطلب الحقيقه. يبين لي وراه مثلا قتلت اخويا، قتلته هو اللي بوينه مدفون وتربح. هذا واش نحوس انا، المفقود جيبوا لي. بارك الله فيك. ولكن بابا هم يقولوا الناس هم طلعوا للجبل. هل انت محقق على ابنك داو نتاعو الجبل؟ لا محقق باللي داتو لا بريغاد من عين السب من داخل القهوه وما طلع للجبل ما والو. بارك الله فيك. بارك الله. إليكم سادة المشاهدين. كانت هذه عائلة بن زنون شريف. استمعنا إلى العائلة. سيد عمار قبيلي دائما هم متأكدون بأن رجال الدرك من أخذ المختطفين. هناك سؤال كذلك مهم، يعني أغلبية يقال لهم بأن أبنائكم قد صعدوا إلى الجبال، هل هذا صحيح؟ لا سيد عمار قبيلي هم يشهدوا. هم مش هذا داوهم قدام المدرسة. بن زنون عبد المجيد داوهم قدام المدرسة، خارج من المدرسة وكانوا يعسوا فيه يخرج من المدرسة. ما دخلوش ليه المدرسة، خلوه يخرج من المدرسة وكبشوه ثميتي. علاش؟ كيف يطلع للجبل هذا؟ أو عندنا شهادة للناس يشهدوا هم بالذات. هناك شهود أنه رأوا أنه رجال الدرك هم اللي قاموا بالعملية هذه الدرك يعني ولا. نعم. لدينا كذلك الآن عائلة أخرى في نفس المنطقة عين السبت، عائلة زاوي. ما الذي حدث لهذه العائلة بالضبط؟ هي نفس الشيء. قالوا لي، قلت لهم يعني يجملوا بعضكم ثميتية. جاوا يعني تولى بن زنون عبد المجيد هذا ثميتية يعني البيت على البيت. نعم. قلت له ماذا جرى؟ قال لي داو لي بابا وكذا ويعني وعاد لي حتى الاسم نتاع الدار كثميتية اسمه السيمينوف. قلت له ما هذا هو السيمينوف؟ قال لي احنا نعرفوه باسمه السيمينوف. نعم، يعني تردد ذكر السيمينوف في المنطقة. نعم. هم لا يعرفوا اسمه الحقيقي. ما يعرفوش اسمه الحقيقي. هما مبدلين اسمائهم كما سيمينوف، كما ولاد تبان البرجاوي، كما هذاك من هي يقول له عسلي الاخر، يعني مبدلين اسمائهم مش في الحقيقه يعني. هذو مدرجين يعني. هذو الناس هذو احنا نعتبرهم كقتالين وتالي ما نبدلوا اسمائهم. اذا جاوا يدوا الناس بالتحقيق حقهم معهم ويدوهم للعداله، بس ما كاش عداله، ما كان لا عداله لا شيء. كيف الناس هذو اختطفوا من جانب الدوله. جيد، نستعرض الفيديو الذي تحدث فيه السيد زاوي محمد صديق عن مسألة الاختطاف، ثم نعود إليكم. اختطاف والده ثم نعود إليكم. كيف اسم الكريم؟ زاوي محمد صديق ابن زاوي طيب، المفقود سنة 1999. بابا كان نهار العيد كان معايا بابا، ومن بعد مشى ما ولاش. ومن بعد قالوا لي بلي بابا كان هزا. كانوا يروحوا يزوروا لا فامي هنا، وكان في الفامي يروحوا يزوروا في الحبس. ومن بعد ايامات شهر ولا واش قال لك بلي الفرا ما كاينش هنا، وين داوه ما ريتش. لا جيستيس شكينا والاخر ما كاينش عندكش الحق باش تشكي. ما عرفتش كيفاه تروح تشكي والله زيدوا كملوا كتا. ومن بعد درنا شكينا لوسمو، وعندنا حكم باللي دلائل، والسيد اللي داه من الجيش تاع لي جوندار تاع عين السبت معروف باسمه. معروف باسمه باسم سيمينوف، ولا يعرفوا كيف اسمه؟ معروف مشهور باسم سيمينوف تاع الجيش. ومن بعد هذيك ما حتى. والاسم تاعو الحقيقي هذا السيمينوف؟ سيمينوف الاسم الحقيقي ما نعرفوش، نعرفوا باسم سيمينوف. خلاص ما تقدرش تتعمق ولا تسكسي بويسك تهضر. وين كانوا يزوروه؟ وين حبس؟ حبس تاع عين السبت. كاين الحبس هنا تاع عين السبت. عين السبت. ايوا. قالوا باللي تعذب تعرض للابشع التعذيب. ومن بعد هذاك ما كان والو. درك انا نطالب المحكمه ولا نطالب ليسونسيال لا جوستيس
بات بين لي علاه دا لي بابا، واش هي الحاجه اللي جاي دير على بابا، ولا قتلوه وين قتلوه. ولكن يعني نقولوا الناس هذو طلعوا للجبل، الحكم يقول لك الناس طلعوا للجبل هذو في المنطقه هذه الجبليه. لا كاين صح الناس طلعت للجبل، بصح كاين الناس عندهم دلائل باللي مفقودين. انا شخصيا عندي حكم في المحكمه باللي بابا مفقود، والقوات تاع عين السبت معترفه في الحكم هذا باللي هي الصح اللي دات قوات الامن. قوات الامن هي المتسببه في فقدان تاع بابا. وشكيتوا عند حقوق الانسان؟ ما شكيناش حقوق الانسان. هذه الخطوه الاولى اللي لا بروميير بويسك رانا ايزولي وما كاش ما لحقوش لكم ولا هنايا تاع حقوق الانسان ولا عائله المفقودين ولا ما لحقوش لكم؟ لا ما لحقوش. هذه الاول اول خطر. واش تطلب لكم هي يعني الحقيقه؟ نطلب انا الحقيقه على اساس واش لا جدي بابا وينو بابا قديتو وين ديتو، ولا قتلتو ولا قتلتو، ونطالب ثاني باه يعاقبوا المتسبب في فقدان تاع بابا. كنا سادة المشاهدين مع عائلة زاوي محمد صديق. سيد عمار قبيلي، هذا كان بمنطقة عين السبت، كان تابعة ولاية سطيف. خرجت من ولاية سطيف، ذهبت إلى منطقة أخرى وهي تحديدا أعداوة أبو طالب. أين تقع بالضبط؟ أعداوة أبو طالب هي جات بين القيقبة، يعني مش بعيد على أبو طالب. هذه أبو طالب منطقة حارة كثير، يقولوا كان فيها الإرهاب وكان كذا، ولكن أنا ما لقيت فيها حتى قريبة من ولاية باتنا. إيه من قيقبة الفوق، يعني تحدى من ثمتياض، هذيك طريق باتنا تروح لباتنا. يعني كيف استمعت بالعائلة يعني عائلة مختطفين، يعني قالوا لي كانين ثمتيا عوائل راه مضرورين وكذا، مشيت أنا ثمتيا في المنطقة يعني كل عائلة هذه كان عندها اتصالات وكانت عندها علاقة مع بعضها البعض؟ لا والله كاين التليفون تاعي أنا يمشي على قطر الجزائر. نعم. بلي كارت فيزيت، مات كارت فيزيت اللي عنده مختطف يتصل بيا، يعني كاين الناس كثير اتصلوا بيا على الهاتف، ومن بعد يعني ذهبت الى العائله، عائله بنداده الاخضر. نعم. بنداده الاخضر قام لي يعني بواحد التصريحات، لقيت انا الراس تاعي ضاخ، الراس نتاعي دور. بنو حاكمين في الجروبمون تاع لا جدارمري ثمتيها في عداوه في بو طالب، وقولوا له رانا طلقنا ابنك. هو الانسان اللي يخرج من هذيك المنطقه هذيك من عند الدرك يقول له خليت ابنك ذم. كيف؟ دعنا نستمع الى هذه التصريحات، تصريحات بنداده ثم نعود اليكم. 1995 arrêté par la gendarmerie de Boutaleb. عداوة بوطالب. عداوة بوطالب. نعم. كيف اسمك يا بابا؟ بندادة الخضر. وعندك ولدك مفقود؟ عندي ابني مفقود. ايه. شكون اللي دار؟ حكموه الدرك نتاع عداوة. نعم. واش من سنة؟ 95. واش من شهر؟ الشهر فيفري. نعم. وداوه من قدام الناس؟ داوه قدام الناس الكل تشوف. عيد لي كيفاه داوه وكيفاه صرالو. داوه حكموه هو وخلوفي مبارك. خلوفي مبارك هذا قعد 15 يوم وطلقوه، وقعد بني ثم. كي رحت انا لخلوفي مبارك سقسيته، قال لي ابنك راه ثم في عداوه عند الدرك. كي رحت ليهم انا عند الدرك، وصلت واش تحوس، قلت لهم نحوس على جودان. جا خارج، واش تحوس، قلت له نحوس على بني. قال لي بنك هذا كيف نقولوا له، قلت له يقولوا له بندادة الحسين. قال لي ما عندناش حنايا بنك هذا، كيف بنك هذا واش يدير عندنا حنا هنا. قلت له سير هنا عندكم، تكلم جبد الكابوس، وقال لي بلا ربي تقول لي من هو اللي قال لك راه هنا عندنا. قلت له قال لي خلوفي مبارك يا اخي طلقتوه يامس وجيت لكم انا اليوم. قال لي طلقناه مع خلوفي مبارك. قلت له لو كان طلقتوه مع خلوفي مبارك لا خلي لا ما يجيش للدار، لازم يجي لي للدار. قال لي ولا انا نضمن لك يجي للدار ولا كان دهم الجبل. قال لي ولا كان دهم الجبل. وما عطاكمش معلومات ولدك هذا من الجبل؟ ما قال لكمش عليه في الجبل؟ ابدا ما كانش.
ماذا كان في الجندرمري وقالوا لك اطلع الجبل؟ نعم قالوا لي راه في الجبل. ما لا بقيت نواصل نسقسى حتى لقيت غطاس عبد الله هذا خرج من ثم من الدرك، كان عندهم محبوس وطلقوه. كي رحت لخلوفي الله الغطاس عبد الله قلت له ولدي بني فلان تعرفه بن دادا الحسين تعرفه؟ قال لي نعرفه بنك نعرفه من بكري. يسكي راه ثم في عداوه عند الدرك ولا كشوين دواء؟ قال لي راه مازال ثم. قال لي انا خرجت يا مس اليوم راه مازال ثم عندهم. بقيت نستقصى باش نزيد نولي للدرك، خفت نولي لهم ما حبيتش نولي لهم خاطر راهو حلف فيا قال لي لو كان تزيد تولي راني نعطيك برصاصه للدماغ. يعني بالتهديد؟ بالتهديد. ما لا بقيت نزيد نستقصى حتى تعين لي فارح علي كيما من الحما ثاني كيف كي رحت لفارح علي هذا سقسيته قلت له بن دادا الحسين بني اسكي تعرفه؟ قال لي نعرفه من بكري. وراه قال لي خرجت انا يا يامس وخليته عند الدرك في الحامة. من هذاك الوقت ما زدتش شفته. من هذاك الوقت ما زدتش سقسيت عليه وين يكون. وكاش ما عندك يعني وثائق نتاع على الشرطه ولا الدرك ولا يعني المحكمه ما عيطولكش؟ ما عيطوليش المحكمه. انا رحت ليهم كي رحت ليهم للمحكمه قالوا لي كذا بنك ثاني حكموا راسيلمون. قلت له وقت، قالوا لي وقت الدواء. قلت له الدواء في 95. من هذاك الوقت خلاص ما بعثوا لي، ما انا ما زدت وليت لهم. وما جاوكش يعني منظمه هذه عائله المفقودين هنا؟ لا. هذه السادة المشاهدين عدنا إليكم. الآن استمعنا إلى حديث بن دادا تكلم كذلك. يعني العجيب أنه أراد أن يشتكي أو أراد أن يعني يبحث عن مصير المخطوف، مصير حسين بن دادا. نعم دادا حسين أو الدرك الذي قد استجوبه. يعني قال له لو ترجع مرة ثانية يعني نفرغ فيك الرصاص. ايه قال له احنا طلقنا ابنك بالك راه دهم الجبل، ولو كان تزيد تولي نعطي لك بالرصاص يعني نفرغ فيك الرصاص. يعني دائما يعني تهديد. دائما التهمه تاع انه ابنك يعني يطلع للجبل. يطلع للجبل هذه ما تتصورش. والناس يخرجوا من السجن من الدرك الوطني خلوه ثم كي يسأل عليه يقول له خلينا ثم. هذا ما كان يعني ما نطولوش على المستمعين. هذا ما كان يعني. ومن بعد يعني القضية بقات دائما مخطوف. نعم. خرجت من منطقة الطالب، هذه منطقة باتنا. نعم. عداوة بطالب. بعد ذلك رجعت إلى منطقة ولاد تبان. هذيك في طريقي جيت مروح في طريقي لقيت أنت من مدينة سطيف. نعم. يعني رجعت على نفس الطريق تاعك. يعني قمت بالتسجيل في ولاد تبان. قمت بالتسجيل في ذاك النهار. قمت بالتسجيل ودرت مدام جريبة. الأساتذة كلهم اللي داو من ثمانية ولا منطقة ولاد تبان يعني كلهم كانوا أساتذة. كلهم أساتذة داوهم من ثانوية يقريوا. نعم. داوهم من الثانوية مقدم الأطفال. من ثميتي يعني درت بعد التصريحات. وفي ذيك النهار كانت حكموني درك، داوني درك وكنت ازل المناشر وقلت ماني. يعني كنت متبوع من طرف الدرك؟ ايه لا كانت تبع. جا مخبر قال لهم ها ولا هنايا جاوا حكموني ثميتي عند جريبه، عند بوي جريبه هذا. خرجوني ورحت لذاك قلت له يعني حين ما جبت الكارطه تاعي تاع الامم المتحده يعني تاع الامم المتحده كي شافوا الامم المتحده كبشوا خافوا. نعم. بقاو هذيك قالوا لي خدم خدمتك وخلاص. ما يعني ما جيد. سنتحدث بعد ذلك عن الأمم المتحدة. ذهبت إلى عائلة شيب محمد صالح. نعم. ما الذي قد يعني حدث في العائلة هذه بالضبط بسرعة؟ نفس الشيء لقيته خرجوا محمد صالح من ثانوية وداهم من ثمتية. هو شمبازي اسماعيلي خلينا تحدثنا عليه. جريبة هذا جريبة كانين بالوحدية دولوا ونسيبوا وبنوه هو. نعم. هذه المنطقة. نعم. كل قاسوها يعني ثميلة واحدة قاسوها. نعم. الوقت يداهمنا. نعم. نستعرض بسرعة الفيديو الشيب محمد صالح ثم نعود إليكم سادة المشاهدين للتعليق. صالح مفقود. ايش من سنة تفقد؟
واش من سنة؟ 1994. 94. واش كان يخدم؟ ستيل. كان يخدم أستاذ. أي لغة عربية. وشكون هزو؟ جدرمية. جدرمية من السيام. من السيام. أي من السيام. من هذاك النهار ما ظهرش عليه 8 أيام وحنا نتزوج في الماكلة هنا. من هذاك النهار ما ظهرش عليه حتى خبر. شكون هما اللي كانوا معاه؟ كانوا معاه شنفيزي. وجريبة عبد الرحمن. جريبة الصالح. ندعو عبد الرحمن. نقول عبد الرحمن. ومعاه شنفيزي إسماعيل. بالوحدية سحنون. بالعراق عيسى. هذا هما اللي كانوا. هذه اللي على بالي بيه. هذو كلهم مفقودين. اللي كانوا مع العراق عيسى ما شفتش. العراق عيسى واش مفقود خرج من الحبس. كان معاهم نفس الدواء في نفس النهار طيقوه يعني قعد وقت وطيقوه. من بعد كش ما وصلتكم معلومات عليه؟ كانش ملي داوه من مقر الدار تاع ولاد تبان وين داوه من ديك الساعه ما زادش تظهر عليهم حتى خبر. ملي داو العين ما زادش تظهر عليهم حتى خبر. قالوا طلعوا العين عريفه هكذا يعني لولاد سي احمد. لولا سي احمد من سي احمد في النهار ما ظهرش عليهم حتى خبر. هذا الاخر شكيتو؟ شكينا جينا للبلاصه كنا ما خليناش حتى لما شكيتو مثلا لما شكيتو ما شفيت ولا ما شفيت. واش نطلبوا الحقيقه؟ واش نطلبوا الحقيقه؟ حنا الحقيقه واش نطلبوا وين كيفاش ماتوا وين ماتوا كيف وين دفنوهم. هذا واش نطلبوا منهم. حيين ولا موتى؟ حيين ولا موتى. هذا واش نطلبوا منهم. بارك الله فيك. هذا واش نطلبوا منهم. Voilà, je suis devant la maison de Djariba Saleh, le disparu de Ouled Tebben. Je rentre vers la famille pour préciser l'enlèvement de leur fils. كيف اسمك يا بابا؟ العياشي بن حمد. بن حمد. والنقمة؟ جريبة. جريبة. هي. ودولك وليدك؟ الدواء بنيه. واش من وقت الدواء؟ ها؟ واش من وقت الدواء في 94. ايه 94. هي. في النهار ولا في الليل؟ يا الدواء على 8 تاع ونص تاع الصباح ويقري. ايوه هذا استاذ. استاذ. ومن هو اللي هزوا؟ وشكون اللي هزوا؟ هزوا بورغدا وهزوا عمار شنبازي. هذو اللي جابوه لي. هذو في الحكم يعني في هذا قد بورغدا هو اللي نضرم المدرسه. ايوه هذا دركي. هو شاف تاع الجدرميه. ايوه بارك الله. هذا بورغدا شاف تاع الجدرميه. نعم. هو اللي داه. هو اللي خرجوا من المدرسه. ايوه. ما جاش لي للدار. جهزوا من المدرسه وانا قاعد نشوف. الحمد لله هذا يخدم في الثانويه تاع ايمان. نعم. كي جاء هو لحق للدار وهما جابوه عقبوه من المدرسه علينا. احنا شهيد المدرسه لهم. فهمت ولا؟ هاني فاهم احكي. كي نطق هذا نعطيك المقصود نتاعي. قال لي لو كان انا رحت السنطره لو كان نصب فيهم كلها انا وانا مقبل ميت او نطعني. فهمت نقول له؟ نعم. قلت له يرحم والديك ووليدي عافل. نعم. عمار شنبازي هذا مسبود انا على الشهيدين تاعي. احنا فلا تقعد. نعم. وش كيتا شيخ الصباح رحتوا للدرك شكيتوا ولا؟ ها؟ رحتوا شفتوا الدرك الصباح كي داوه؟ لا الجوز اللي لحقته للدرك دات له روحوا يجوا. رحتوا شفتوه؟ هو يسكن ضمن المدرسه. ايه ورحتوا شفتوه من اللي داوه ولا ما شفتوش؟ وين نشوف انا نقول لك هزوه قد برا بالعباد والناس كلها. لا يعني راهم عنده 3 شهود اللي كنا خرجوه من المدرسه. نعم لكن بعدين يعني قالوا لكم مراه ولا ما قال لكمش؟ منهم اللي قالوا؟ الدرك. الدرك لا الدرك خل المدرسه عارفين والباب يخطموا بيتلحق من الباب تاع المدرسه. اي ومن بعد وين الدواء؟ ها؟ وين الدواء؟ يجابوه لهنا للدار. حضروه لهون البلديه. للبلديه ايوه. حضروه طول البلديه ما داو حتى مضرب. وذوك ما عطاوكمش عليه حتى معلومات. اسمح لي. ها. وين؟ هزوهم كي هزوهم قد بني الرجل اللي يتحبس هو يا صالح بايا وحي. نعم.
سمعت كان واحد ما خرج من الحبس قد هذا دزنا معاه يعني قلنا خدموا كيما لحقوا. سمعت نقول لك والله. نعم. كيما لحق هذاك. انا بني من الماء قد من الدار كنت صالح باي ما عرف فيه وصل. صح. وذوك واش تطلب بابا؟ واش تطلب؟ واش نطلب؟ وين انا نطلبها؟ نطلبها دور يجيني حيوان. يعني تبحث عليه يعني واش تطلب من الشيء اللي داروا نتاع واش طلبت راه كلش راه في الجزائر وراه يصير. وانت تطلب على الحقيقه يعني ابنك وراه؟ ايه نحوس على ابني وراه. ايوا بارك الله فيك. نعم نحوس على ابني ميت ولا حي. ايوا وابنك هذا مزوج ولا حد؟ يا عنده 3 اولاد وهو ومرته. بارك الله فيك. صح. اولاده هم صادرين الناس هذي. وراه معطيكم شهاده الوفاه ولا حد؟ شهاده الوفاه من يعطيها لي؟ ايوا شهاده الوفاه من يعطيها لي؟ كيف من يعطيها لي؟ يعطيوها لي اللي هزوها. ودرتوا محامي ولا ما درتوش؟ محامي. المحامي درناه بعلمان، من علمان ما درتش. شكون هو المحامي هذا؟ وقيل سي حمدي. نعرف على شهاده مفقود. ايوا جبنا شهاده مفقود محامي. وحقوق الانسان اتصلتوا بها ولا ما اتصلتوش؟ حقوق الانسان. وين حقوق الانسان؟ تاع الجزائر. رحنا تاع الجزائر هضروا معنا بالتليفون هنا. واش قالوا لكم؟ واش قالوا لنا؟ قالوا لنا والو. قالوا لنا انا نبحثوا. هذا هو. هي اللحظه. ايوا ذوك كنت انا اللي بعثهم بعد الجزائر. بعثهم لويزا حنون قد. ايوا لويزا حنون بعثها. والتليفون جاني من البيرو نتاعها لهنا. هاو اللي دار العنوان هنا. تاع الاخر تاع ساحه الشهداء. ايوا البيرو تاع ساحه الشهداء هذاك رحتيها معاه تاع رزاق بارا. ايوا رزاق بارا. ايوا هذاك رحت ليه. وعندكم والورا نتاعو لحقت حتى للذمه. البيرو نتاع لويزا حنون هي وهذا. ايوا رحت انت انا رحت لهذه انا على بالك حكموني في 6 شهور ونص وانا في السيلون. 6 شهور وانت في السيلون؟ 6 شهور ونص هو في قلال. ايوا وخرجت واش من الوقت هذه؟ في 94. في 94 صوتوك ما صوتوكش؟ الصوت ما كانش بصح الشيء اللي العذاب اللي تعذبني اكثر من الصوت. والبحث واش يقول لكم فيه؟ ما كان البحث لا والو معنا حتى بينا بلي يعني كنت حبس والو. داريكم في السيلون مخليكم؟ الماكله زريعه الرب شتيناه. ايوا الماء حتى واحد السيد مسكين مات معنا الشيخ بولا 72 سنه في عمره 72 سنه مات من الغب. من الخلعه نتاع الماء مسكين عنده خلعه مات من الماء. ايوا في قلال. في قلال ولا حشيخ غير عينا نبولو في القرعه ونحطوه باش نشربوه. ايوا البول تاع الشيخ هذا مسكين الله يرحمه غايبولو في القرعه ويدرقوا عليا يحوس يشرب. غير من العذاب تاعو. وهذه من بعد ما داو خوك؟ بعد ما داو خويا داو 6 شهور قبلي. وما داو في جونفي 94 انا هزو في جوي 94. 94 ايوا هذيك كلها. وما حقوش عليك ما قالولكش على جابوك؟ والله ما قال لي كلمه. جانا شفت تاع الدرك هذا بوغدا منين جيت خارج جماعه بحثهم انا منين جيت خارج على الباب تاع السيلونه قال لي انت وشكون اللي جابك؟ قلت له كون ما جبتونيش انت وشكون اللي جابني؟ انا واحد ما جابني. قال لي انا خاطي. قلت له وشكون اللي جابني؟ هم يحكيوا على بوغدا هذا قال لك دار كثير هنا في دار الباطل. خوف الناس. خوف الناس ضرب الناس. هو الباطل اللي صار. عدنا إليكم سادة المشاهدين. كانت معنا عائلة شيب محمد الصالح واستمعنا إلى معاناتهم واستمعنا إلى حتى التعذيب. يعني استمعنا إلى الشيخ يعني أكرمكم الله وأجلكم الله يبول يعني وحتى يشرب يعني البول أعزكم الله. سيد عمار قبيلي أنت قمت بهذه التسجيلات. هل ذهبت بهذه التسجيلات إلى فريق العمل بالأمم المتحدة؟ نعم. يعني حينما يعني كاينين فيديوهات يعني شهادات باللي رب الفرنسيه. نعم. كاينين مازالوا الفيديوهات نعقبهم يعني وقدمتهم للقرب طرفاي قلت لهم هذا يصرف الجزائر يعني. وهذا غيظ من فيض الفيديوهات يعني لازالت عندك سلسله من الفيديوهات؟ مازالت سلسله الفيديوهات لانه انا بعادي انا مظلوم. ظلموني في العداله وانا يعني سنتحدث عن موضوع العداله الان. فقط يعني ألم تستغرب أنت يعني كحقوقي وكمسجل لهذه الأحداث يعني ولك فضل على الذاكرة الجزائرية، ألم تستغرب انضمام الجزائر إلى مجلس حقوق الإنسان؟ والله قلبي حزين
قلبي حزين على الشعب الجزائري والجزائر، لأنه الجزائر هي تقول لك يعني عندها شهادات، هي عندها شهادات يعني القضية هاي لهنايا ما عندهاش منذ بزاف. الجزائر احتجت شوف واش تقول موفي تريتمون دي حرقة الجيريان فالونس الجي دومون دي زيكسبليكاسيون. يعني الجزائر تحتج على اسبانيا. لو كان الجزائر كانت قايمة بولادها ما تخليش ولادها يروحوا لاسبانيا وانتهكوا الحقوق نتاعهم. يعني الجزائر انا درك هي القضيه راها قدام الامم المتحده وتروح حتى لهاي تروح حتى المحكمه الدوليه. احنا ماناش حابسين، هذا تاريخ المختطفين ما ينتهاش الا الابد. الا كاينين ولاد المختطفين، كاينين عائله المختطفين، رانا نخدموا في هذا الاطار هذا. لكن ما نحبسوش خلاص حتى الامام يعني الحقيقه. نعم الوقت يداهمنا للحصه. يعني شرفت على نهايه الحصه، لكن كان من الضروري علينا ان نسلط الضوء على قضيه بحكم استمعنا بانك يعني انت طبعا ناشط حقوقي، وانت قد سجلت الكثير حول يعني سجلت فيديوهات حول حيثيات العائله المختطفين ومصابهم الجلل. بهذا يعني تم مضايقتك يعني على مستوى العدالة. يعني أصبحت العدالة الآن في الجزائر كذراع تصفية للسلطة داخل الجزائر. ما الذي جرى لك بالضبط السيد عمار قبيلي؟ استمعنا أنه قد صدر في حقك يعني حكم ب2 سجن، حكم نافذ. حدثنا عن هذا الحكم. لا يعني هي قضيتي كاينة قضية في المحكمة، قضية مدنية. نعم. ويعني بعد ما هدتني رئيسة المحكمة قالت لي أحلام عزيزة بابا كولونيل، درت عليها تحقيق. يعني هو كان غيابي. درت عليها تحقيق شو معناها؟ ايش حاب تقول؟ يعني بنت هذه قالوا لي انا هذه بنت كولونيل، وبديت نبحث ولقيناها يعني طبيعة لها الكولونيل. بالتأكيد باللي بابا كولونيل في عين مقل. وقال لك ارتكب جريمه كبيره. هذه قلت لها احلام عزيزه رئيسه المحكمه تاع راس الواد هدتني قبل ما يخرج الاصدار الحكم. هي ارتكبت جرائم؟ لا باباها. يقال؟ لا يقال. إيه صرحوها حتى في القنوات الاخرى باللي باباها هذا كولونيل قتال في عين مقل بالشهاده. وهي هدتني من السابق اعطيت لها يعني انا طالبت صور نتاع المختطفين نتاع راس الواد. قالت لي روح قدام البروكيرور. ومن بعد ما شافتني وسمعت باللي انا ناشط حقوقي قالت لي لو كان ندير لك كان رانا تكلمنا عليها في السابق. قالت لي لو كان ندير لك قضيه بوتفليقه ما نحاكش. انا قلت العداله ذي استقلت العداله. ولكن بعد ما جاء تحقيق ما من الشرطه هضروا لي عليها. جيد. الآن الحكم هذا بسنة يعني ب2 الحكم والله مدني، وعندي فيه البراءات 2، والحكم هذا جاء في المواد جونفيي. ما الذي جعل السيد عمار قبيلي يقول أنه يعني هذه مكيدة من طرف السلطة في الجزائر ضدك لما قمت بالتسجيلات هذه كلها؟ يعني كيف تم قلب قضية مدنية ضدك، يعني محاولة الانتقام منك عن طريق يعني قضية مدنية؟ هي كانت مدنية. هي كانت نعم. عندنا قضية مدنية يعني خلاف عائلي. نعم. ورجعت جزائي. ومن بعد حكموا هذا الحكم غيابيين. نعم. هما ما احترموش يعني القوانين. كان عدالة لكن العدالة معفسينها. هذا حكم الديارات، حكم الدرك. نعم. حكم الدرك. يعني هاني كتبت يعني قبل كل شيء كتبت لوزير العدل. نعم. وزير العدل. هل أجاب وزير العدل؟ لا ما أجاب والو. وأنا رحت للسفير الجزائري سيد رياش هنا قال لك هذا الحكم هذا يعني كثير. موجود السفير الجزائري في بيرن في سويسرا. نعم. في بيرن. نعم. كتبت يعني الوزير العدل هذا الجديد لوح ما ردش عليا. نعم. كتبت المفتش القضاء يعني مفتش القضاء. نعم. يعني ما رد علي. درك يحكيو قالوا لي البروكيرور نحاول بصح رئيسة المحكمة نتاع راس الواد قلت لها أحلام عزيزة دائما ثميتية يعني مستكة. وشوف يعني انت يقال هنا اصدرت محكمة راس الواد يوم 21/6/2012 القضية رقم كذا حكما تعسفيا قضى بالسجن
النافذ لمدة 2 فضلا على أن قاضي الجلسة أصدر أمرا بالقبض رغم أن الحكم ابتدائي وغيابي وللحق المطلق في معارضة تطبيقا لما ورد في نص المادة 327 328 332 333 349. يعني الحقيقة ها هي لهنايا بالحكم هذا اللي يصدر وراه هذا اصدر يعني عندي البراءة. عندك البراءة. عندي البراءة فيه ولا هنايا يقول تقرأ لهنايا. نعم. هما حقوا عليا باللي أنا كنت في البلاد عند الشرطة داروا معي تحقيق وأنا في لاسويس. هذه تصريحات الشرطة وتصريحات العدالة. يعني هم اثبتوا ان قاموا معك بالتحقيق وانت كنت يعني شخصا متواجد بسويسرا لم تكن متواجد بالتراب الجزائري. هاو هنا دزيت الوزير العدل انا كنت موجود 10 هناك شاهد قلت بان هناك شاهد تم الضغط عليه من طرف رجال الدرك حتى يمضي بمحضر يعني قد صيغ وقد حيك ضدك. إيه لا من اسم الشاهد هذا؟ هذا الشاهد هذا هو الدرك قال يكذبوا. هنا الشاهد قال لك الدرك يكذبوا. أنت لديك الآن شهادة شرفية أن الممضي أسفله السيد طيبة رابح بن محمد الساكن بالدوار الشلخة رأس الوادي. نعم. المولود بكذا كذا. أشهد وأنا في كامل قواي العقلية والصحية غير مرغما ولا مكرها بأنه منذ عدة أشهر تم الاتصال به من طرف درك رأس الوادي الحضور معهم لمعاينة بيت السيد قبيلي عمار. نعم. المغترب بسويسرا والذي كان غائبا عن بيته في ذلك اليوم. وبعد انتهاء الدرك من التفتيش تم طلب مني الامضاء على محضر قاموا باعداده بان التفتيش كان منطقيا ولم تتم اي مخالفه ولم تتم اي سرقه او اتلاف اي شيء فقمت فعلا بالامضاء كما رات عيني وانني لم اقم بالادلاء بان السيد قبيلي الطاهر قام بسب او شتم الدرك وتعنيتهم باي صفه كانت. عفوا. يعني انت قد اتهمت بانك قد قمت باهانه يعني رجال الدرك. رجال الدرك راحوا فتشوا لي دار كسروا لي الباب وكسروا لي الباب حديد وليت كسرت الباب كسرت الحيط. هاو شوف هاو كسرت الحيط بعد دخلت لبيتي. جو فتشوا لي البيت ما لقوا فيها والو كان فيها سرقه. الدار سرقت. زيد يعني هذه الشهاده طيبه رابح قدمت بها الان. هل لديك محامي في الجزائر الان؟ نعم. للطعن في الحكم نعم. النافذ؟ عندي شبكه المحاماه يعني راها في الاجراءات ماخذه الاجراءات تاعها ودرك يعني نتبعوا القضيه وانا نتبع القضيه على السرقه نتاع البيت نتاعي. السرقه تاع البيت تاعي لكن انا اذكر يعني عباس عبد الرزاق هذا وكيل الجمهوريه المساعد هذا يحكم بالحق. نعم. نهار اللي داروا دائما يحضر في التحقيق ويحضر في الاحكام بصح في الاحكام هذه الاخرى هذه ما حضرش هذا عباس عبد الرزاق لانه راجل يمشي بالقانون. جابوا لي رزوق نوال هذه مرأة وجابوا يوسفي رحاب مرأة الاثنين كانوا يعني كانت رئيس محكمة يعني ما العيب انه تكون مرأة يعني؟ مش عيب. نعم. ولكن لماذا ما جاش عباس عبد الرزاق وكيل الجمهورية مساعد؟ يعني انت ترى ان القضية كلها يعني انتقام مفبركة القضية من A à Z. وهذه القضية هذه جات من بعد الانتخابات التشريعية وجات على الفيسبوك وانا على الفيسبوك مقاطع الانتخابات لانه ظلموني. نعم. وراحوا فتشوا الدار تاعي وكسروا لي الباب ولقيت الباب تاعي مكسر نورمال ما يروحوش حتى كنت في حاضر. يعني انت ترى الان ان كل هذا مصطنع لانك انت اثرت قضيه المختطفين. نعم. وقد سجلت يعني المعاناه والام العائلات المختطفين والتصريحات التي قد قدمناها الان وصورناها قدمنا عينه منها للساده المشاهدين. هل انت ستقدم هذه القضيه يعني قضيه الملفقه ضدك الى امام هيئات دوليه؟ نعم انا نستنى الامم المتحده قالوا لي يكون الحكم نهائي. نعم. لدى المجلس في العاصمه. نعم. يعني نهائي قدمنا الملف هذا ونشوفوه ندرسوه ونشوفوا الجزائر هذه العداله هذه اللي راه دايرتها هي القانون الدولي فوق الجميع. نعم. قال يعني انا متبعهم حتى الاخيره بس حياتك الملف نتاعي راه باقي بين راس الواد وبرج بعراريج. نتمنى ان تنظر العداله الجزائريه يعني بانصاف لقضيه السيد عمار قبيلي وكذلك نحن في قناه العصر سنتابع هذه القضيه. وكذلك نتمنى أن تنظر العدالة قبل أن تنظر في قضية عمار قبيلي أن تنظر في قضية المختطفين في عائلة المختطفين وأن تنصف عائلات المختطفين وأن تبحث عن مصير وتحقق في مصير عائلات المختطفين. بهذا قد وصلت إلى نهاية هذه الحصة. ما يسعني إلا أن أشكر السيد عمار قبيلي ولنا ربما كرة أخرى في المستقبل كذلك. لا يسعني إلا أن أقول لعائلات المختطفين ما قاله الكاتب: أيها الناس احكوا واحكوا فلا بد أن تصل أصواتكم ويسمع أحدهم الحكاية، واهجروا الصمت
ولا تصدقوا أن السكوت من ذهب، وتأكدوا أن فضة الكلام أثمن من ذهب الصمت. احكوا الحكاية، احكوها بصدق، وتأكدوا أن الذاكرة لم ولن تخونكم، فالذاكرة تحفظ الحكايات الصادقة وتحتفي بالرواة الشجعان. أيها الناس، تذكروا أن الندم أقل مرارة من القهر، ويا سادة المنابر اتركوا الناس يحكون الحكاية، وإن كنتم تخافون من تكلفة الندم فالقهر تكلفته أكبر وأكثر فداحة، ودعوهم ينفجروا بالكلمات حتى لا ينفجروا بأشياء أخرى. دمت في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. وربي على العدل.